تحية كبيرة معاكم نويرة. أنا كنت زي أي حد فكرتي عن المصيف إنه مكان جميل فيه بحر بنطلعه في الصيف علشان نهرب من الحر وكده يعني، لحد ما هوب روحت دهب في الشتاء. وهنا كانت الصدمة إن الشتاء هنا أجمل بكتير جدا من الصيف. سامعك اللي بتقولي ليه؟ هقولك يا سيدي اصبر عليا. أنا وصلت دهب في الشتاء وطبعا جاي لابس الدولاب كله، إذا كان الجو عندي تلج أمال في دهب اللي مكان مفتوح وعلى البحر هيبقى عامل إزاي؟ وصلت لقيت نفسي حران، ولقيت الناس مصيفة عادي ولابسة نص كم أو بالكتير قوي لابسين خريفي. أمال إيه اللي أنا عامله في نفسي ده؟ مش بس كده، ده الناس كمان نازلة البحر عادي كده. شكلي وحش قوي بالدولاب اللي أنا لابسه ده بصراحة. قلت لأ بقى أخفف شوية وربنا يستر، أنا أصلا الهوا لو عدى جنبي باخد دور برد. المهم أخدت القرار وخففت. لقيت الدنيا جميلة والجو حلو، استنى كمان دور البرد ما جاش. طلعت اتمشى واقعد على كافيه مفتوح على البحر، ما انا خلاص بقى قلبي مات. قعدت والشمس كانت طالعة والجو كان زي الفل، لكن فجأة هوا وبرد ورعد ومطر والدنيا اتقلبت. بس الغريب ان برضه مش سقعان، الدنيا مقلوبة حواليا وسيول بدأت تنزل من الجبل وانا قشطة عادي مفيش اي مشكلة. بعدها ب10 دقايق الهوا بدأ يهدى والمطر راح على السعودية هو والبرق والرعد، والشمس بدأت تطلع والدنيا بقت زي الفل، وبقيت قاعد بتفرج على مشهد سبحان الخالق مفيش أجمل من كده. عندك الدنيا شمس وقدامك دولة عليها غيوم وبرق ورعد وأمطار، إيه ده؟ وفي الآخر اكتشفت إن المصيف في الشتاء أجمل بكتير جدا من الصيف. ودي كانت نهاية حلقتنا، لكن مش نهاية فيديوهاتنا عن دهب. والسلام.